السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان بالصيام والصلاة والزكاة. كنت حابب إن أنا أطلع أتكلم في موضوع، والموضوع ده بقى شبه يومي عند ناس كتير. الحاجة اللي أنا طالع أتكلم عليها، الناس اللي هي بتشتغل باليومية وبتطلع كده مصروف على جنب عشان يجيبوا بيه حاجة يتكيفوا بيها. تمام، ان انت راجل بتبقى شقيان وطلعان عينك وفحت وردم وتكسير وشيل، واطلع للدور الخامس وانزل. اقسم بالله العظيم ده بيحصل. يعني انا بشوف بتشتغل، في ناس بتشتغل عتالة العتالة، بتطلع الدور العاشر وتنزل وتشيل وتكسر وتحط ويوميته، معلش يعني هتكلم في النطق عموما، بتبقى يوميته عموما يعني 300 جنيه، وتلاقيه طلع كيفه 100 جنيه. انت برغم ان انت مزنوق بتشيل من مصروف شغلك او من يوميتك عشان خاطر تجيب الشيء ده. بتبقى مزنوق وبتبقى حياتك صعبة، واول شيء بتفكر فيه الشيء ده وانت نازل الصبحية الشغل، بتفكر وانا راجع انا هشيل المصروف ده لكيفي، هشيل المصروف ده لدماغي. بالرغم كده انت عندك عيال وعايزين ياكلوا ويشربوا. في معظم الاوقات ممكن تحرمهم من الحاجة اللي هم عايزينها وتجيب الشيء ده ليك. بس أنا عايز أقول لك كلمتين لوجه الله تعالى، لعل وعسى تتقبلهم من أخ لي. الشيء ده ما بينسيش، الشيء ده ما بيطلعش من هموم، الشيء ده مش فرض عليك، مش فرض عليك. هجيلك من ناحيتك أنت بقى، الشيء ده بالنسبة لك فرض عليك، الشيء ده بالنسبة لك هو رتم يومي، الشيء ده بالنسبة لك نمبر 1 في تفكيرك. فانت لو شلت الحاجة دي من دماغك، فكر ان الحاجة دي لازم تكون موجودة، هتبطله. لو حطيت في دماغك ان الحاجة دي مش شرط اللي انا اشربها، هتبطله. لو حطيت في دماغك ان الشيء ده ما بيبسطكش، هتبطله. اهم من كل اللي انا بقوله لك ان انت تكون على يقين من جواك، مش ان انا كلام وخلاص. معظم الناس اللي باجي بتكلم معاهم واقول له يا ابني بطل وي وي وي، يا عم انا عايز ابطل، والاقيه بعديها بنص ساعه الاقيه بيشرب. طب انت عايز تبطل بالكلام؟ يعني انت مش عايز تاخد خطوه بين ان انت تكون على يقين من جواك ان انت تبطل الشيء ده؟ طب هتبطله ازاي؟ هتبطله ازاي؟ عايز تبطله؟ طبعا انت من جواك دلوقتي بتقول لي طب هقول لك انا، اول حاجه تعملها ان انت ما تحطش المبدأ ده قدامك ان هو رتم يومي. تاني حاجه، ما تحطش ان الشيء ده هينسيك حاجه. تالت حاجه، ما تحطش ان الشيء ده هيبسطك. الاهم من كل اللي انا بقوله لك، اركع كده لله وادعي لربنا ان هو يقف جنبك، ان هو يقف جنبك.